وبحبك يا سمرة، بحبك يا بيضة، بحبك يا أسمر، بحبك يا أبيض. شايفين التلج يا ولاد؟ حبيت اطلع اصور لكم بس شويه في التلج. النهارده محبوسين مطر عشان قالوا لسه نازل اهو كمان. بصوا هوريكم بقى العربيات ازاي عليها التلج، وازاي احنا مش عارفين نطلع من بيوتنا. كله اجازات النهارده، محدش طلع خالص. بصوا الدنيا عامله ازاي، الارض طبعا ساقعه ومتلجه. بصوا شايفين يا ولاد؟ شايفين العربيات عامله ازاي؟ كل ده تلج بس لسه نازل طبعا اهو. بصوا العربيات متغطيه ازاي. هنبدا نوريكم بقى، استنوا بقى ما اوريكم عربيتي عليها ايه وعربيه جوزي عليها ايه. بصوا دي عربيه جوزي طبعا مليانه تلج اهي. دي مرسيدس متمسك بيها قوي قوي. جوزي بيحب العربيه دي لان معاها من اول ما جينا امريكا، متمسك بيها مش عايز يفرط فيها بصراحه. دي عربيتي بقى، بصوا عامله ازاي. شايفين؟ شايفين التلج؟ عشان تنزلي التلج ده عايزه شاكوش تسيحي، يا اما تقعدي جوه تشغلي بقى المكيف جوه علشان ايه، يسيح لك يسيح التلج اللي عليها. دي لسه في البدايه، الصبح هلاقيها متغطيه كلها بالتلج. شايفين يا ولاد؟ ده التلج. بصوا كل العربيات متغطيه بالتلج. لسه التلج نازل يا جماعه، هو لسه في البدايه، هيغطي لنا الارض يكسيها يخليها بيضه. شايفين الجو بصراحه لا يوصف. بصوا الدنيا عامله ازاي. الصبح بقى نلاقي الشجر كل ده متغطي. بصوا شايفين المنظر. في ناس تقولك لما التلج ينزل في الارض الدنيا تدفي، لا تدفي ايه، ده رصاص بعيد عنك انتوا. هي بصوا العربيات الصبح بقى الجدع يعرف عربيته فين. الجدع يعرف عربيته فين. بصوا شايفين منظر العربيات، يعني تمشي الصبح بالعافيه. انا جوزي النهارده طلع نص السكه ورجع لان كل المصانع قافله وكل الشغل مقفل طبعا اهو. بصوا طبعا ما تعرفيش تمشي في الارض كلها مزحلقه. بصوا كل الارض مزحلقه. طبعا تكساس دي حاجه جديده بالنسبه لها. التلج كان هنا، كانوا بيقول لك تكساس دي كانت حر جدا، حر يعني حر لا يوصف. بصوا احنا هربنا من جيرسي علشان التلج، جينا برضو لقينا هنا التلج ورانا. بصوا شايفين منظر. بصوا طبعا فوق البيوت بصوا مليانه تلج ازاي. طبعا انا طلعت عشان اصور لكم، بس جوزي بقى ايه هيزعق لي دلوقتي، هيبهدلني عشان خرجت. بصوا الارض عامله ازاي. شايفين المنظر؟ ربنا يستر بس وما يزيدش. انا شايفاه بيزيد بصراحه، شايفاه بيزيد جامد. بصوا طبعا عشان تطلعي تقفي الصبح بتاع ساعه عشان ايه، تحكي التلج اللي على عربيتك ده عشان تعرفي تمشي. انا النهارده ما اتحركتش ولا رحت لبنتي ولا بنتي جات لي، محبوسين. انا محبوسه في بيتي وبنتي محبوسه في بيتها. ربنا يستر بقى علينا كلنا. بصوا المنظر. طبعا الارض دي كلها خضره، الخضره طبعا متغطيه اهي، الخضره متغطيه بالتلج. ده ورا بيتي طبعا، انا جايه اهو من ورا البيت من عند بس يا رب ما ازحلقش وانا ماشيه. صحيح بيلعبوا في التلج يا اختي، عيال صغيرين بيلعبوا في التلج. انا ماشيه طبعا ورا البيت اهو، قلت اصور لكم شويه ورا البيت عشان ايه، اشوف البلكونه بتاعتي عامله ايه. النهارده البلكونه كان كلها تلج، الصبح طلعت منها التلج كله. شايفين الارض؟ بص الناس كلها بتفحر التلج من على الشبابيك بتاعتها. في ناس شبابيكها واطيه على الارض فبيفحروا التلج من على الارض. بص كده ورا البلكونات عندنا اهو. بصوا بس طبعا السنو لسه نازل اهو، بينزل شويه بشويه. لو بطل هيبقى بقى ايه، لما تيجي تمشي في الارض ده تبقى زي الازاز في الارض. لو ما بطلش هتغطي كل الدنيا دي تاني، هتتغطى كل الشجر ده هيتغطى بالتلج. بصوا انا مش قادره يا جماعه، هدخل بقى معلش استاذن سيادتكم كده عند بلكونتي اهو. بصوا
بصوا السلالم، كل السلالم هتلاقيها كلها تلج. ربنا يستر وما يكترش اكتر من كده بقى. دخلت بقى لان الدنيا ساقعه، تلج 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 يا جماعه. قلت ادخل بقى ايه واصور لكم من هنا. بصوا الاسطح بتاعت البيت عامله ازاي. الارض كلها تلج، كلها تلج. ربنا يستر ويبقى خفيف خفيف كده كده خفيف. ربنا يستر بقى وما يجمدش عن كده. بصوا السما عامله ازاي، بس السما فيها ايه، فيها خير ياما. سبحان الله. عندنا هنا لو التلج نزل شويه صغيرين زي كده في الارض وما نزلش تاني، تبص تلاقيها لما تيجي تسيح بقى يبقى زي الازاز. عارفه الازاز تتزحلقي بقى عليه، لا عربيات تعرف تمشي ولا انت تعرفي تمشي بنفسك ولا اي حاجه. إيه، بتقف كل حاجه بقى، المدارس بتقف، المصانع بتقف، الاشغال بتقف، كل حاجه بتقف. يعني لو ما عندكيش مخزنه بقى حاجه عندك في البيت بتلوسي، بتضطر تطلعي بقى في الحاجات الصعبه ديت وتروحي تجيبي اللي انت عايزاه. وربنا يستر ويكون النهارده بس تلج، بس احنا بيقولوا اسبوع على المنظر ده. فربنا يسترها بقى. انا بقى كلنا يا جماعه ادعوا لنا ان ربنا يستر ما ينزلش تلج اكتر من كده. لو نزل تلج قد ايه اكتر من كده بيوقف حال الدنيا بحالها. بصوا في ناس جايه من بره تقريبا اهمت. يا عيني على الناس اللي جايه. بصوا الطرقات كلها ايه، ميه. هنا مش عارفه اوصل لكم لان من تحت السلالم من عند البلكونه. بصوا كده اهو، كل ده تلج يا جماعه. بصوا، لا ده نزل تاني التلج اهو، بينزل اهو، بينزل شويه بشويه. ربنا يستر. حبيت اوريكم الدنيا بقى والجو عندنا عامل ازاي. ان شاء الله الصبح لو في تلج هعمل لكم بس واطلع معاكم اصور لكم في التلج، نقعد شويه في التلج، نلعب شويه في التلج، بس هنعيا بس يلا زي بعض. نلعب مع بعض بكره ان شاء الله في التلج. واشوفكم على خير في فيديو تاني. ميعاد حفلتي يا جماعه كل يوم الساعه 3 الظهر او 4، يا 3 يعني في الحدود دي من 3 ل 4. انتظروني. وعايزه كلكم تحضروا معايا، وعايزين نعيد المحبه تاني من الاول وجديد زي ايام زمان يا جماعه. بدأنا نشتغل، بدأت أعمل حفلتين 3 بقالي كام يوم كده، حلوة جميلة. حضور كان جميل والناس اللي فيها جميلة، وكل اللي بيجيني الناس في منتهى الجمال. ربنا يكرمهم يا رب، وربنا يكرمنا كلنا جميعا ونكبر بعض ونبقى بصدق وأمانة يا جماعة. عايزين الصدق والأمانة، الصدق والأمانة أهم حاجة يا جماعة. يلا حبايب قلبي، هدخل بقى عن إذنكم بقى. حبايب هدخل بقى. أنا هنا حاطة في البلكونة، كنت حاطة سجادة وكنت حاطه شويه حاجات، طبعا كلهم غرقوا تلج شلناهم. دخلت شلتهم بسرعه لما لقيت التلج بيعمل. كنت حاطه لعب، كرتونه لعب مليانه بتوع احفادي، طبعا لما بيجيبوا لعب بيشتروا لعب ما بحبش ارميها. بشيلها لهم لانها لعب قيمه مش لعب رخيصه يعني، فبحب اشيلها لهم. كله غرق ميه طبعا. دخلت جوه بس دخلتهم جوه ونقطت بقى اللي نفع منهم واللي ما نفعش رميته. جنبي صوت عيال هم بيلعبوا، طالعين يلعبوا في التلج. هم هنا بيطلعوا الاولاد يلعبوا في التلج، مش عارفه حاجه غريبه يعني، بيستحملوا التلج ده ازاي مش عارفه. كل واحده طالعه بعيالها تلعبهم في التلج، بيلعبوا العيال في التلج وبيجروا وما فيش ساقعه ولا حاجه، رغم ان احنا بصوا عاملين ازاي، هنموتوا من الساعه. ربنا يستر علينا من الساعه. يلا اشوفكم على خير. عايزه بقى يلا اللي مشتركش عندي يشترك، وتعالوا شوفوا الفيديو الحلو ده اهوت، العبوا معايا في التلج. بكره ان شاء الله في البث هصور لكم التلج كله، كل التلج هصوره لكم. هنعمل البث بره في التلج، ايه رايكم؟ بس يا رب ما يكونش ساقعه قوي علشان انا ما اتجمدش، لان احنا هنا هنتجمد. عارفين هنتجمد يعني ايه؟ هنتجمد. يلا اشوفكم على خير في فيديو تاني جميل زيكم. يلا باي باي.